ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى حجازيه روعه تعجبكم ان شاء الله. معايا هنا 3 كوبايات دقيق سميد، و3 دقيق 3 كوبايات دقيق ابيض، كوبايه سمنه على زيت، يعني نص زيت ونص سمنه، ونص كوبايه سكر، وخميره اللي هي البيره دي قطعه كده. ما عندكيش الخميره دي اللي معلقه خميره فوريه، وميه للعجن. وانا حطيت رشه ملح على بعد ما دخلت الدقيق اللي هو الابيض. حطيت بقى ايه كل الدقيق السميد على الدقيق الابيض، وحطيت رشه ملح وقلبتهم كده. هنزل بقى بالسكر، واقلبه برده كويس. دي العجينه، بس في حشوه بقى هنعملها برده مع بعض، بس نعمل حاجه حاجه يعني. اهو قلبته كده كويس. هسمي كده الله، وانزل بقى بالسمنه والزيت. سمنه عاديه مش سايحه ولا حاجه. عايزه تحطيها سايحه بس ما تكونش سخنه، عشان ايه؟ سمنه عاديه خالص اهي، لسه يعني زي ما هي، قطعه زي ما هي. هبس بقى ايه العجينه كده الاول شويه، يعني ادخل الدقيق مع السمنه مع الزيت كده كويس. هخليها ايه ناعمه كده وحلوه. لسه ما حطيتش الخميره طبعا، الدقيق بس مع السمنه مع الزيت كده. عايزه برضو تستبعدي الزيت وتحطي كله سمنه عادي، بس احنا يعني هي بتبقى حلوه، يعني لما بيبقوا ميكس مع بعض كده بتبقى حلوه ان شاء الله. انما بالزيت بس ما بتبقاش حلوه. اهو بصوا، تبقى عامله زي الرمل كده. اهو بصوا يا حبايبي اهي. بصوا دخلت السمنه والزيت في العجينه ازاي، مفيش اي دقيق لوحده اهو. عايزه برضو تحطي رشه قرفه في العجينه وانتي بتعجنيها كده عادي، يعني حاجه ترجع لك برضو اهي. بصوا، انا كل ده بس ايه السمنه مع الزيت، عشان تبقى ناعمه وحلوه منكم. وهننزل بقى بالخميره وميه دافيه، يعني زي دم العين كده، عشان الخميره تشتغل معاكي على طول. وهحط ايه حبه حبه. عايزينها عجينه مش طريه، عجينه حلوه يعني ماسكه نفسها. ادوب بقى الخميره كده في حبه الميه اللي انا حطيتهم الاول. لو انت بقى هتحطي خميره فوريه، هتحطيها مع الدقيق من الاول قبل ما تحطي السمنه. اهو بصوا يا حبايبي، خلاص انا عجنتها اهي. هلمها بقى واسيبها ايه تخمر. بصوا ما خدتش ميه كتير، خلي بالكم. بصوا دي كانت مليانه، ما خدتهاش كلها. عشان كده بقول لكم ايه، العجينه دي بالذات مش الميه حسب ما العجينه بتاخد، حسب نوع الدقيق. يعني انت ممكن نوع دقيق ياخد ونوع دقيق ما ياخدش، ممكن نوع دقيق ياخد ميه كتير ونوع لا. اهو بصوا هسيبها بقى تخمر. هي خلي بالكم معجونه كويس، بس هي عشان الدقيق السمك بيبقى خشن، فمش زي الدقيق الابيض طبعا. هسيبها تخمر بقى ايه ونرجع لكم. اهو يا حبايبي، بعد ما عجنا بقى العجينه، بصوا هنعمل بقى الحشو. معايا هنا كوبايتين الا ربع دقيق سميد، وكوبايه سكر خشن عادي اهو.
ومعايا هنا قرفة اهو، بصوا بالمقادير يعني اهو، واحد حوالي 3 معالق يعني، اهو 3 معالق. تلات معالق قرفة وكوباية سكر وكوبايتين الا ربع دقيق سميد. هقلب بس كويس كده مع بعضه، واجيب حبة مية اهو، جبت حبة مية. هقلب بس كويس الاول، الدقيق مع الدقيق السميد، مع دقيق السميد بس يا جماعة، والقرفة والسكر اهو. هقلبها كويس عشان لما انزل بقى ايه بالمية تبقى إيه يعني كلها حاجة واحدة، كلها مية واحدة كده. هنزل بقى بالمية حبة حبة، انا عايزاها زي الرملة المبلولة كده. ودي العجينة بتاعتنا اهي، خمرت اهي. هنقسمها بقى على ايه، كورتين قد بعض. هتعجبكم، خلي بالكم العجينة دي هتعجبكم ان شاء الله. لو لقيتي واحدة اكبر من واحدة ظبطيهم كده. ومعايا الصينية اهي اللي هعمل فيها. هنبدأ بقى بكرة كرة اللي احنا عملناهم دول، وهبططها بقى افردها كده. هساعد بس الاول كده بايدي وبعد كده بالنشابة. ايه زي الرملة اهي. وهي لما بتبقى حشوتها كتير بتبقى حلوة، خلي بالكم. حاطين كوبايتين الا ربع دقيق سميد وكوباية سكر و3 معالق قرفة. عايزة تزودي القرفة عن كده زودي اهو. وزع بقى الحشوة كويس على كله كده. هوزع الحشوة بقى وارجع لكم اهو يا حبايبي. فردت بقى الحشوة كلها في الصينية، وفردت دي برضه عشان ما اطولش عليكم. هنحطها بقى مع بعض في الصينية اهي.
اهو يا حبايبي بص احنا شكلناها اهو. هتعجبكم ان شاء الله وهتطلع جميله ان شاء الله مع كوبايه بقى شاي وهتبقى زي الفل. بس الفرن طبعا انا ولعته من ساعه ما جيت اشكلها وانا مولعاه لما كنت بعمل معاكم الحشو. ولعته عشان يسخن يعني. الفرن من درجه حراره، لو انت عندك درجه حراره يعني من 200 يعني و20. هي بيحتاج فرن، مش فرن واطي زي الكيكه مثلا 180، لا فرن عالي. انا عشان ما عنديش درجه حراره فبعلي اعلى درجه حراره عندي. انما انت لو انت عندك الفرن بيبقى يعني درجات، خليها 200 220 بالكتير بس، وتحطيها على الشبكه وهي بتستوي، ما فيش شوايه ولا اي حاجه. هي الشبكه بس يعني الفرن ولع من تحت بس، هي هتحمر وهتبقى زي الفل. بس هنسويها بقى ولما تطلع من الفرن هوريها لكم. اهو يا حبايبي بصوا طلعتها من الفرن استوت، هي ما خدتش اكتر من 10 دقايق، تاخدش وقت. خلي بالكم بصوا دي كوبايه الشربات، نص كوبايه السكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه سبتها لما قصت. بصوا بقت نص كوبايه اهي. هي مش شربات تقيل قوي يعني، بس حلو معقول. هو ده مش اساسي على فكره، لو مش عايزه تحطيه ما تحطوش، بس هو حلو بيلمع وشها. انا طبعا هي لسه سخنه ما قطعتهاش، انا لسه مطلعاها من الفرن يا دوبك اهي. هنزل بس بيها على الشربات ده على الوش كده، على وشها كده، وافرده بقى كده. بس هسيبها بقى ايه وتبرد بس شويه واقطعها معاكم. اهي يا حبايبي بصوا بقى، هي لسه سخنه بس هديت يعني شويه. انا قطعتها بقى بعد ما عملتها بنص كوبايه الشربات زي ما اتفقنا. قطعتها كده ووزعتها بالفرشه على وشها كلها كده. آه، مش عايزه تحط الشربات يعني عادي، هو مش اساسي يعني، بس هما المحلات بتعملها كده. فبس كده وجميله وهتعجبكم ان شاء الله. هطلعها بقى اوريها لكم. هسلك بس اول قطعه كده. مع كوبايه بقى شاي، مع كوبايه لبن، هتعجبكم ان شاء الله. اهي بصوا اهي، زي اللي بنشتريها ولا لا؟ زي ما اتفقنا بقى الشربات ده لو مش عايزه تحطيه هو مش اساسي يعني. هي بس عشان لسه سخنه خلي بالكم. هتعجبكم، بصوا جمالها جميله جدا. تقطعيها بقى بسمبوكسه كده، احنا عاملينها كده زي يعني زي المحلات. انما انت عايز تقطعها اي تقطيعه تعجبك. بص الحشوه لما بتبقى كتير كده جوه بتبقى جميله. اهو يا حبايبي خلاص الحجازيه بتاعتنا احنا عملناها مع بعض من الاول للاخر. هتعجبكم طبعا الشربات يعني عشان انا قلت لكم كده بالوصف يعني، بس يعني عشان احنا عملناه كذا مره مع بعض. بس كده وكده خلصنا صينيه الحجازيه. هتعجبكم جدا ان شاء الله، هتعجب ولادكم جدا، وبالذات ان هم عندهم امتحانات وبيذاكروا، فعايزين نشجعهم كده. هم بيذاكروا حاجه سخنه مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه لبن، مع كوبايه عصير، يعني يحسوا ان احنا مهتمين بيهم يعني هم بيذاكروا. بس كده. ولو عجبكم بقى الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعملنا بقى لايكات كتير، واكتبوا لنا كومنت حلو منكم كده. كلامكم والله بيفرحني وعلى راسي من فوق. بس يا حبايبي وكده لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لنا بقى لايكات كتير. مع السلامة.